اولا حمزه ما كملتيش المقطع كامل وما كملتيش الالزامات اللي لزمتك فيها في الاخر وبسببها نزلتيني، فانت اول حاجه قطعتي المقطع وبشرتيه ما درتيش كما هو كامل. بعد الفيديو ديال حمزه الهدى والله بغيت نبين واحد النقطه، خصوصا بعد مراجعه التعليقات، ان الامر ديال الزاويه اللي كيقول هو بما حكم انني قلت انني احد ابناء الزوايا فواجبني انني نفصل. حنايا يعني انا في الزاويه كيسحاب لي واش عندنا حنايا الطريقه الكركريه حنايا تنجلسوا كنشطحوا تما ولا شنو؟ نو نو نو. السي حمزه خاصك تفهم بان حنا في الزاويه الفلانيه القيمه ديالها راه شداتها من خلال انها تبنات واحد المذهب اللي هو سني. صرحت بها انا في هذا الفيديو هذا. الأصل الشريف استمدت قبيلة فلالة مكانتها الروحية والعلمية، فكانت عبر العصور مركزا للعلم والدعوة والتصوف السني على طريقة الجنيد الذي صار عليه المغاربة منذ قرون. وشكون هو هذا الجنيد؟ اجي نشوفوا شكون هو هذا الجنيد هذا اللي حنايا كنصرحوا باننا حنا كنتابعوه، وهذه الاتهامات الباطله ديال باننا كنروجوا للشركيات والخرافات والخزعبلات. اجي تسمع شات جي بي تي قلت له شنو هي طريقه الجنيد هاي. الجنيد كان يقول ان التصوف الحقيقي هو الالتزام بالشريعه مع تهذيب القلب، الجمع بين الفقه والعمل القلبي، الالتزام الكامل بالقرآن والسنة، التصوف بلا مبالغة، تصفية القلب. يعني هذا هو التصوف ديال ابن الجنيد. يعني فين كاين الإشكال؟ لذلك يا حمزة الجهل راه مصيبة وعيب عليك. فبعد هذا الامر هذا ننصحك واحد النصيحه، الا بغيتي تتهم شي حاجه ولا بغيتي توجه شي حاجه لشي واحد، حاول انك تبين. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. انا احد ابناء الزاويه الفلانيه بطنطا. الزاويه ها هنا معروفه باش انها كتخدم خدمات المجتمع المدني والمجتمع المحلي، كتوافق ما بين الناس، صلح ما بين الناس، كيجوها يعني وناس يعني من القبائل وشيوخ القبائل، وهذا الشيء معهود. والزاويه كتدعي ان الانسان اللي يدخلها باش انه يطهر عن الاعمال اللي هي كتكون في القلب، مثل الكبر والرياء والامور اللي هي كتنتج عن طباع النفس او عن طباع القرين. فكتدعو الزاويه على مذهب الامام الجنيد ان الانسان يطهر، وان شاء الله غادي يكون خير. وفين كاين الاشكال في هذا الشيء هذا؟ دخلت عليك والله انت يا حمزه اللي كتنتقد وانتم اللي كتنتقدوا. فاش شنو هو هذا الشيء هذا؟ ما عندنا حتى شي حاجه. شنو قلنا لكم عبدوا؟ راه ما كندوش حنا العبوديه، راه العبوديه لله عز وجل. راه الزاويه راه كما يسوق لها باش انها واحد المكان اللي هو تقام فيه وما ادري اش. لا، كيجوا ناس كيقراو قران، اشعار، مديح نبوي، ما كاين حتى شي حاجه. وهذا هو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا كان بيان وتوضيح لانني احد ابناء الزاويه الفلانيه. حياكم الله.